أيضا من أن نطرح التساؤل والسؤال: بماذا تفسرون هذه الحيرة التي تتملك المواطن العادي حول المجلس الوطني التأسيسي؟ ونبدأ معك مدام ميا جريبي. فعلا هي عينة قد لا تكون ممثلة ولكن معبرة. أنا أعتقد معبرة على حالة الغموض التي تلف الوضع السياسي بصفة عامة في ذهن التونسي، اللي مش وضح له الأمور. المجلس التأسيسي شنية صلاحياته، شنية مدته، كل هذه المسائل نشعر بها أنا شخصيا في لقائي مع المواطنين يوميا. الأمور ما هيش واضحة، وهي اللي سمعناها هي رسالة لنا لكلنا السياسيين والإعلاميين أنه قيت باش نترك التجاذب هكاك الفضفاض جانبا، ونوضح للمواطنين شنية المرحلة القادمة اللي باش نسيروا فيها. مش فقط نوضح وإنما نتوافق أيضا على مسار واضح. المسألة الثانية أنا شفتها في التدخلات هذه نتاع العينة، هناك انتظارات أيضا. كيف يقول لك المجلس التأسيسي باش يحط البلاد على السكة، هو يعني أن باش يقطع مع فترة ويفتح فترة أخرى، وهذا يطرح مسؤولية على السياسيين بصفة عامة وعلى من سينتخبون في المجلس التأسيسي. واضح. مدام تفضل، عندك تعليق؟ تفضل. أنا حبيت للتدقيق فقط نذكر أنه الحزب الديمقراطي تقدم بمشروع دستور منذ 2008، يعني قبل الثورة، وكان يعتبر أنه الدستور كما تفضل سي الأستاذ المزوغي أنه ماهوش دستور، ينجم يكون كل شيء الدستور إلا ورقة على المقاس. ولكن زاد ما نحبش نغوص في متاهات القصبة واحد، لكن نقول أن كنا في الحزب الديمقراطي التقدمي مع خريطة طريق تنطلق برئاسية، وإذا كانت هي الحكومة الأولى حكومة سي محمد الغنوجي كانت انطلقت على الأساس هذاك، أني رئاسية لأنها أوضح وأيسر بالنسبة للمواطن، وتحط اللبنة الأولى نحو هذا البناء الديمقراطي. لا فائدة في الغوص في متاهات القصبة سي المزوغي، لأن اعتبارات، لأنها وليدة اعتبارات سياسية لهذا الحزب وذاك ولهذه المنظمة وتلك، معقدة وواضحة أيضا في نفس الوقت، ودوافع هذا وذاك واضحة. المحصل أن المجلس التأسيسي انبثق من هناك وأصبح أمرا مفعولا. على كل حال أنا تماما الآن مع الأستاذ أن الآن سيرين نحو المجلس التأسيسي، والمطروح كيف ننجح المسار انطلاقا من المجلس التأسيسي. المرحلة الأولى شنو هي؟ المرحلة الأولى هي التسجيل، أنا لا أتفق مع من يقول أن التسجيل هو تعبير على عزوف التونسيين عن الاقتراع والانتخابات. لا، التوانسة ما عنديش إحصاءات، عندي إحصاءات. الإحصاءات اللي موجودة تقول نسبة كبيرة من التونسيين مستعدون للاقتراع، بل وينتظرون يوم الانتخاب. وأنا في اتصالاتي اليومية في الجهات لا أشعر حقيقة أن التوانسة ينتظرون هذا اليوم. ربما نسبة التسجيل هي لأنه فما غموض، يعني مش فاهم التونسي علاش يمشي مرة أولى ثم مرة ثانية لصندوق الاقتراع. لماذا نسجل وأنا مسجل إلى آخره؟ يعني كثير من العناصر التي تفسر ذلك، ولكن أنا مطمئنة إلى المشاركة الواسعة للتونسيين. أنا أعتقد الآن المطروح هو التوضيح. ما نشعرش أيضا، سمعت كلمة فقدان الثقة، لا أشعر بفقدان الثقة بين التونسي والسياسة. التونسي مهتم بالسياسة، التونسي يتابع، التونسي ينتظر اليوم الذي حقيقة سيشعر بمواطنته بمشاركته في يوم الاقتراع، وهذا كلام مش من عندي، نسمع فيه يوميا من عند التوانسة. المطروح هو التوضيح فعلا، التوضيح ربما من الوضع السياسي، ولكن أيضا من ذات الأمور اللي هي ماهيش واضحة، لأنه المجلس التأسيسي ماهوش واضح مطلقا في حد ذاته، وعند التوانسة وعند حتى السياسيين. ومطلوب من السياسيين أن يطرحوا هذه المسألة، ومشكور سي فوزي أنك تفتح الموضوع هذا للنقاش في وسائل الإعلام وبين السياسيين. السؤال الأول هو المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر احنا باش نختاروا مجلس تأسيسي، فما بعض المواطنين وضحت لهم الأمور حتى قديش من منتخب. الفترة التي تلي يوم الاقتراع ويوم تشكل السلطة الجديدة يمكن تكون جمعة، يمكن تكون جمعتين، يمكن تكون 4 أسابيع، الله أعلم. بكل حال يلزم تكون وليدة مشاورات. المجلس التأسيسي باش يبدا يخدم، باش يعمل نظام داخلي، باش توضح الصورة. هالفترة هذه فيها حولها توجس، لازم تكون الأمور واضحة، وأنه لا نعيش، على الأقل هذا رأيي، لا نعيش فترة فراغ. وبالتالي على هذه الحكومة أن تمدد عملها حتى يوم أن تتسلم السلطة، تسليم وتسلم، وتنظر إلى الانتخابات لا كتاريخ وإنما كمهمة. مهمتها الانتخابات هذه الحكومة هذه، وبالتالي يوم تنتهي هذه الانتخابات بتسلم السلطة الجديدة تنتهي مهمتها. ونأتي للسؤال الآخر اللي تفضل به الأستاذ المزوغي،
هو المجلس التأسيسي هذا شنو هي مدته؟ شنو هي صلاحيته؟ ماذا سيقوم به؟ سي فري كما تقول الومضه نتاع سي محمد علي العقبي في الاذاعه، ونعرفش كان تتعدى في التلفزه ولا، وهي باهيه لان تفصيليه. سنكون بدون رئيس وبدون حكومه وبدون برلمان، ومطالبون الكلنا ان نسيروا دواليب الامور، ان نصوغ دستور. هذه مهمته الاولى. المجلس التأسيسي مهمته يصوغ لنا دستور، ولكن في ذات الان البلاد في حاجة إلى تسيير الأمور. هذا هو السؤال، كم ستكون مدته المجلس التأسيسي؟ والقول بأنه شرعي وبالتالي هو مطلق الصلاحيات وسيحدد مدته، أنا أعتقد يجانب الحقيقة، لأنه الانتخاب الاقتراع هو تفويض. أنا فوضتك، أعطيتك الثقة باش تتكلم باسمي باش تعمل دستور، لكن ما فوضتكش لا نهاية، ما فوضتكش باش تقعد بدون تقييد. والتفويض يجب أن يكون في التقدير مقيدا حتى التونسي يعرف هالمجموعة هذه التي اختارها عن طيب خاطر هي مهمتها صياغة الدستور. تنجيو للمسائل الأخرى ربما بعد في النقاش، ولكن صياغة الدستور في مدة معينة، وبالتالي على الشعب أن يقول كلمته في هذه المدة. شكرا لك مدام ميا جريبي، ولو أنك استبقتي كل الأسئلة التي ممكن أن أطرحها أنا في البرنامج. نمشي لك مباشرة